أهلا بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة أشهر 8 قبلات في تاريخ السينما المصرية. البداية هتكون مع القبلة الأولى، كانت في فيلم العزيمة، وتعتبر أول قبلة فرنسية أو على الطريقة الفرنسية في السينما المصرية. قدم طبعا الفيلم المخرج كمال سليم، وكانت بين بطلي الفيلم حسين صدقي فتى الشاشة في الفترة ديت، والبطلة كانت فاطمة رشدي. وظهر طبعا في الفيلم أيضا أنور وجدي كان في بدايته. وكانت صارت ضجة بقى كبيرة في الفترة ديت وقت عرض الفيلم، لأنه كان أول فيلم مصري ناطق يكون من ضمن مشاهده مشهد قبلة فرنسية. القبلة التانية معانا النهاردة كانت من فيلم صراع في الوادي. الفيلم كان إنتاج سنة 1954، من إخراج طبعا المخرج العالمي يوسف شاهين، وبطولة النجم العالمي برضو عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. تعتبر واحدة من أشهر قبلات السينما المصرية، لأنها تعتبر قبلة الحياة لقصة حب طويلة بين نجمين. وبالرغم من رفض فاتن حمامة مشاهد القبلات، إلا أنها وافقت على هذه القبلة، وخرجت أسخن مما كان يتخيلها المخرج العالمي يوسف شاهين. القبلة رقم 3 معانا النهاردة كانت من فيلم شباب امرأة. الفيلم طبعا كان من إنتاج سنة 1956، من إخراج المخرج الكبير صلاح أبو سيف. بطولة طبعا تحية كاريوكا وشكري سرحان. هنشوف أثناء أحداث الفيلم المعلمة شفاعات بتحاول إغراء الشاب الريفي المسكين الغلبان إمام، اللي بيقوم بدوره طبعا شكري سرحان، بكل الطرق. حاولت معاه بكل الطرق حتى يقع معها في الرذيلة وتوقعه في شباكها، لكي نشاهد طبعا أثناء أحداث الفيلم مشاهد مجموعة من القبلات الملتهبة والمليئة بالإغراء. القبلة رقم 4 معانا النهاردة هي من فيلم رد قلبي. هنقدر نقول عليها قبلة الحب من طرف واحد. الفيلم طبعا إنتاج سنة 1957، من إخراج عز الدين ذو الفقار. البطولة كانت لشكري سرحان وهند رستم. هنقول إن عندما طبعا يهرب علي من حب إنجي ليدخل في علاقة عاطفية مع الراقصة كريمة، اللي طبعا بتقوم بدورها الفنانة الكبيرة والراحلة هند رستم. بتعلن عن حبها ليه بقبلة صادقة على شفاه علي. القبلة رقم 5 معانا النهاردة من فيلم صراع في النيل. طبعا لابد أن يكون الزواج حلو، خصوصا لو زوجتك هند رستم. طبعا احنا بنرد على عمر الشريف على الكلام اللي قاله في الفيلم. هنقول الفيلم من إخراج عاطف سالم، بطولة عمر الشريف ورشدي أباظة وهند رستم. إنتاج سنة 1959. وهنقول بعد ما اتجوز بقى عمر الشريف هند رستم ونال منها أول قبلة، خرج من الخن بتاعه في المركب لكي يخبر أصدقائه وقرايبه الموجودين على سطح المركب إن الجواز حلو جوي جوي يا بوي. القبلة رقم 6 معانا النهاردة هي من فيلم إشاعة حب. تعتبر من قبلات الكوميديا الساخنة. الفيلم من إخراج فطين عبد الوهاب مخرج الكوميديا الشهير، وبطولة طبعا عمر الشريف وسعاد حسني. هنقول حاول الشاب الخجول حسين اللي بيجسد دوره عمر الشريف
كسب قلب بنت عمه سميحة اللي بتجسد دورها الفنانة سعاد حسني، بمساعدة بقى عمه اللي هو بيجسده الفنان الكبير يوسف وهبي. وخلال أحداث بقى الفيلم هنشوف إن هيقولوا إن هو على علاقة بالفنانة هند رستم، وهيحاولوا يفتشوا في الأشياء الشخصية الخاصة بحسين اللي هو عمر الشريف. وأثناء ما هي بتفتش في الأوضة بتاعته أو الغرفة بتاعته سعاد حسني هتتفاجئ بعمر الشريف وهما بيتكلموا مع بعض عادي جدا، بقبلة طبعا بشكل كوميدي وبشكل كبير جدا. قبلة بقى رقم 7 معانا النهاردة كانت من فيلم غصن الزيتون. تعتبر بقى قبلة فرنسية كلاسيكية رقيقة جدا ورومانسية جدا جدا. الفيلم كان إنتاج سنة 1962، بطولة طبعا أحمد مظهر وسعاد حسني. بتدور بقى أحداث الفيلم عن حب المدرس عبده اللي بيجسد دوره الفنان الكبير أحمد مظهر للطالبة، وهي كان اسمها عطيات بتجسد دورها طبعا سعاد حسني. وبيتزوجها لكن بيغير عليها بشكل جنوني من زميله جمال اللي هو المدرس معاه اللي بيجسد دور الفنان الكبير عمر الحريري. وبنشاهد بقى أثناء بقى سياق الفيلم قبلة ما بين سعاد حسني وأحمد مظهر مفعمة بالحب والرومانسية والرقة. القبلة رقم 8 معانا النهاردة والأخيرة هنقول مسك الختام، كانت من فيلم الطريق. قبلة بعنوان متى يكون الإغراء قبلة. الفيلم طبعا كان إنتاج سنة 1964 من إخراج طبعا المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، بطولة رشدي أباظة وشادية. شهدت بقى أحداث الفيلم علاقة محرمة بين كريمة اللي طبعا بتجسد دورها الفنانة الكبيرة شادية زوجة العجوز صاحب اللوكاندا، والشاب طبعا صابر اللي بيجسد دوره الفنان الكبير رشدي أباظة الذي يبحث عن والده. ويتخلل بقى الفيلم قبلات بطعم العشق والأنوثة والإغراء. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي لكم.